وعلى بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الجيلي. هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا بأبسط الطرق، إن شاء الله هتعجبكم قوي، أنا واثقة من كده. الطريقة بتاعتنا يعني ممتعة قوي في شغلها، لو لقينا لها أكتر من خطوة، بس بصراحة هتستمتعي جدا وانتي بتعمليها. يلا ندخل مع بعض ونعملها. طبعا لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونبدا يلا مع بعض على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعملها هجيب كوبايتين من الدقيق وهنخلهم بالشكل ده. الكوبايه اللي هستخدمها في عيار الدقيق هي اللي هستخدمها في عيار السكر وعيار اللبن وعيار الزيت. هنخل كده كوبايتين من الدقيق وعليهم كيس من البيكنج باودر. لو عندك البرطمان بتاع البيكنج باودر هتحطي معلقتين منهم. كل كوبايه دي بتاخد معلقه كبيره من البيكنج باودر. هنخلهم مع بعض كده كويس جدا، وبعد كده هركنهم على جنب يتفاعلوا سوا. ونجيب الخلاط بتاعنا ونضيف فيه 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. بكسر البيض كده بيضه بيضه عشان اتاكد ان هي كويسه، وبنزل فيها بالخلاط. وبعد كده هبدا اضيف رشه من الملح. الملح بيساعد البيض انه يعلى معايا بسرعه. وبعدين هضيف كوبايه من السكر، سكر حبيبات عادي. وهرجع امسك كل المكونات دي وهضربهم في الخلاط مع بعض كويس جدا جدا لحد السكر ما يدوب تماما ويبقى معايا الخليط بالشكل ده. دلوقتي هنزل بغطا من الفانيليا السائله، لو عندك فانيليا بودر عادي حطي منها نص معلقه. وهنزل بكوبايتين من الزبادي، وده شكل الزبادي اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده. كوبايه من اللبن الحليب، هضربهم كويس جدا جدا مع بعض في الخلاط تاني بالشكل ده. ومعاهم معلقه كبيره من الخل. الخل بيقضي على زفارة البيض، بيكسر الجلوتين، بيديك كيكه هشه وحلوه قوي. كوبايه من الزيت، كوبايه الا ربع من الزيت، بنزل بيها سرطوب رفيع جدا جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اثناء الضرب. خلصنا ضرب الخليط كويس، هنزل بيه في البوله اللي هعجن فيها الكيك بتاعي. نجيب بقى خليط الدقيق بتاعنا وهديله تقليبه بالمعلقه تاني كده عشان اوزع البيكنج باودر، ما تبقاش الكيكه فيها حته عاليه وحته لا. بعد كده هنزل بيها على المواد السائله وهقلب في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده لحد ما احصل على قوام الكيك اللي احنا عارفينه. طبعا الفرن بتاعي شغال من قبل ما اشتغل على درجة حرارة 180. هجيب الصينية بتاعتي وهدهنها بأي مادة دهنية وهبطنها برشة دقيق زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هصب فيها خليط الكيك اللي احنا لسه عاملينه. هيدخل الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد معانا 40 دقيقة. اول ما بيستوي بختبره بسكينة او بخلة. ما بيستوي بطفي النار وبفتح الفرن وبسيبه ربع ساعة جوه، وبعد كده بخرجه يهدى ويبرد وبغطيه في فوطة مطبخ نظيفة. بعد ما صبيته كده زي ما انتم شايفين هديله خبطة بسيطة عشان اتخلص من الفقاعات دي، بالتالي الكيك بتاعي يبقى ناعم معايا. بعد ما استوى وسبته يبرد تماما، انا هنا بقطع الفراولة دي. الفراولة غسلتها 3 مرات زي ما قلت لكم قبل كده. بشطف واشيل من المية واشطف بسرعة عشان ما تبيضش معايا وتبوظ. بقطع الفراولة يا اما بالطول يا اما بالعرض على حسب ما انت عايزة، بس انا لقيت تقطيع بالطول شكله احلى فكملت بالشكل ده. الصينية بتاعت الكيك اللي احنا عملناها شطفتها ونشفتها وسبتها في التلاجة نص ساعة. سقعت معايا، جبت الفراولة اللي انا قطعتها وببدأ احطها كده. انا ليه سقعت الصينية؟ عشان لما اجي ارص فيها الفاكهة تلزق فيها. خلصت رص الصينية بالطريقة دي كده، هحطها في الفريزر بالظبط ربع ساعة عشان تمسك في القعر اكتر. وهنيجي هنا هحط باكت من الجيلي الفراولة، وده جيلي دريم، عليه كوباية مية مغلية. هدوب الجيلي مع المية بالشكل ده. انا ما ضفتش سكر ولا ضفت اي حاجة، الكيك بتاعنا فيه السكر بتاعه. بعد ما بيدوب بالشكل ده هجيب الصينية بتاعتي اللي احنا حطينا فيها الفراولة وسبناها في الفريزر ربع ساعة او 10 دقايق، وهبدأ اصب عليها الجيلي بالمعلقة بسيط كده. هو في النهاية يعني الرصة دي ما ضاعتش قوي، بس ضاعت للأسف عشان طبعا الجيلي سخن جدا، الفراولة ساقعة ففكت بسرعة. لكن عادي مفيش مشكلة. عايزة تكتري بقى، يعني أنا لما فكت كده زودت فراولة أكتر عشان أقفل أي فراغات والآخر أخد شكل كويس. هصب كل الجيلي بتاعي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبعدين هدخلها التلاجة لمدة ساعة على ما تتماسك، بس يعني الجيلي يتماسك، وبعد كده هنكمل باقي الخطوات. دلوقتي هدخلها التلاجة لمدة ساعة. بعد ما تدخل التلاجة وبتقعد فيها بتتماسك وبيبقى ده شكلها ما شاء الله لا قوة الا بالله، متماسكة جدا كده بقت تمام معايا. هجيب الكيك بتاعي والكيك ده شكله
وهوريكم قد ايه هو من جوه ابيض بسبب الزبادي وناعم بسبب حركة الزيت اللي احنا عملناها في الاخر. هنزل بقى بالكيك بتاعي بالشكل ده. هحط الكيكة كده، انا بس قطعتها عشان اوريكم شكلها من جوه، لكن عادي ما تقلقوش ابدا، كل ده هيتماسك معايا وهتبقى قطعة واحدة بعد ما الجيلي يتصب عليها وتدخل التلاجة. هعمل كده فتحات بسيطة عشان اصب الجيلي، وبالتالي الكيك بتاعي يتشرب كل الجيلي اللي احنا هنعمله دلوقتي. معايا هنا 3 باكت من جيلي الفراولة دريم، بضيف عليهم 3 كوبايات مية مغلية. طبعا لو مش يعني انا عملتهم هنا على كذا مرحله، يعني بقيت ادوب واحط وبتاع، فكلام فاضي ملوش لازمه. انت ممكن تستبدلي الموضوع ده بباكيتين بس، يعني ممكن ما تحطيش 3 بواكي، تحطي باكيتين بس على كوبايتين من الميه وتدوبيهم وتنزلي بيهم على الكيك بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الجيلي هنا هيتعامل مع اي حاجه متقطعه في الكيك معامله الغيره او الصمغ، هتلزق مع بعضها. لما تشوفوها وهي بارده مش هتصدقوا ان هو اتلحم بالشكل ده. هتدخل التلاجة لمدة 6 ساعات او ممكن تبيتيها ليلة كاملة بتطلع معاكي كده. انا بيتها ليلة كاملة بصراحة. بصوا طالعة ما شاء الله متماسكة جدا، شربت كل الجيلي من جوه، مش واضح ابدا ان هي كانت فيها حتة مقسومة او حاجة. هجيب بعد كده صينية اوسع من الصينية بتاعتي وهنزل فيها بكوباية من المية المغلية. هحط فيها صينية الكيك اللي بالجيلي، يدوب 10 ثواني 20 ثانية مش اكتر من كده. انا بس عايزة افك الجيلي من الصينية، لكن هتسيبيه اكتر من كده هتلاقي الجيلي بتاعك بقى مية خالص وساح، وكل اللي انتي عملتيه ده ضاع. فدي ملحوظة مهمة تاخدي بالك منها. يدوب بس تفكي او تحركي كده الجيلي من الصينية مش اكتر. بعد كده بهزه زي ما انتوا شايفين كده عشان افككها كلها. وبعد كده بجيب طبق التقديم وبسم الله هقلبها، وزي ما انتوا شايفين كده اخبط كده بقى يمين وشمال عشان اساعد الكيك انه ينزل. يعني انا هنا ما اعتمدتش على الميه السخنه بس، انا اعتمدت عليها بتاع 20 ثانيه مش اكتر، تدي صدمه للكيك وتفككه عشان للجيلي وتفككه عشان ينزل. بعد كده بشيل الصينيه بالراحه بمساعده الهواء. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. بقت معايا تحفه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ قسما بالله التصوير حقيقي ظالمها فعلا. طبقة الجيلي بتاعتي عالية، ده عشان عاملة باكت. لو انت عايزاها اعلى من كده ممكن تعملي باكيتين على كوبايتين من المية، هتديك المستوى اعلى من كده كمان. لكن هي كده بالنسبة لي ظريفة قوي، لان انا عاملة لصينية الكيك مش عالية، فهتبقى مناسبة مع القطعة. زوقيها بقى بكريم شانتيه، زوقيها بفراولة، بكريز، بتوت، بشوكولاتة، بأي حاجة انت عايزاها. بس والله فعلا مش محتاجة حاجة، يعني هي كشكل كده مش محتاجة حاجة. وحقيقي التصوير مش مديها حقها، طبيعتها أحلى بكتير. بصوا شايفين ما شاء الله الفراولة باينة من تحت ماربل كده وشفافة، شكلها حلو قوي. حاولت أعملها بأكتر من شكل عشان أوضح لكم مدى الجمال، بصراحة مش عارفة، بس بصراحة خرافة. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. طبعا لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعلوا علامه الجرس، طبعا فضلا منكم وليس امرا، عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. انت هنا يعني انا هنا عملتها بالفراوله، ممكن تستبدلي جيلي الفراوله باي نوع جيلي تاني، والفاكهه تستبدليها بموز، بكيوي، زي ما انت حابه. انا اديتك الفكره وانت كملي وجودي عليها براحتك. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. كنت معاكم سندس سعيد من قناتي على اليوتيوب، قناه سندس سعيد. دمتم سالمين وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم. دمتم في رعاية الله. بس كده خلصنا الفيديو، وجربوها وإن شاء الله إن شاء الله هتعجبكم. تاني بأكد ما تنسوش اللايك والاشتراك أو سبسكرايب، ودعوة حلوة لينا بظهر الغيب ولكم بالمثل. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.